もう煉獄教授の富岡義勇に戦え。おいおい、南無阿弥陀仏。ده الجزء السابع من حكاية جانج والمميت الأسود، فلو لسه ما شفتش الأجزاء السابقة هتلاقي الرابط موجود في أول تعليق وفي صندوق الوصف. وقبل ما نبدأ لا تنسى الصلاة على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وبنكمل بعد ما تم تخدير جانج واختطافه بداخل سيارة، وبنرجع لسوهو واللي لما بيفوق بيلاقي صاحب الندبة اختفى، وبيكتشف ان صباعه اللي في الخاتم مجروح وبينزف، وبيطلع له المميت الأسود اللي جواه وبيطلب منه يخلع الخاتم حالا وهو هيقدر يوصله لمكان صاحب الندبة. اما خاطفي جانج بيلبسوا الخاتم عشان يحجبوا الاسود اللي بداخله زي ما قال لهم صاحب الندبة، وهم حاليا متجهين لمقابلته، لكنهم بيبقوا متعجبين شوية ان الدنيا ماشية زي السكينة في الحلاوة والموضوع سهل يعني، فبيفكروا ان الكلام عن المميت الاسود مش حقيقي واخد صيت على الفاضي. لكن في اللحظة دي بيظهر المميت الاسود، فبردة فعل سريعة بيضربوا حقنة تانية في رقبته. لكن هل ده هيكون كافي؟ ده اللي هنعرفه. وبيوصلوا لمكان صاحب الندبة في المكان المتفق عليه، وبيتفاجأ صاحب الندبة ان جانج هو اللي نازل من السيارة مش رجالته، وبيقول له انه كان فاكر انه هيلاقي البروف هو اللي هنا. وطبعا اول ما صاحب الندبة بيشوفه بيعرف على طول ان ده مش جانج وانما المميت الاسود اللي جواه، فبيسأله عن رجالته، فبيقول له انه رماهم من السيارة. وصاحب الندبة بيقول له انه كان عارف ان كل ده هيحصل، لكن المميت الاسود بيقول له تبقى عبيط لو مفكر انك هتقدر تخلص عليا بخطتك الساذجة دي. فصاحب الندبة بيقول له الموضوع انتهى من الثانية اللي انت وصلت فيها لهنا اصلا، لان في الاول وفي الاخر دول مجرد شوية اموات سود مالهمش وعي وهقدر اسيطر عليهم. لكن فجأة المميت الاسود بيختفي من امامه وبيبدأ يهاجمه بسرعة من الخلف، وبيمسكه من رقبته تحديدا من الطوق اللي عليها اللي بيكبح المميت الاسود اللي بداخله وبيحاول يكسره. لكن صاحب الندبة بيلف رجله بطريقة مبهرة وبيكتفه بيها، وبيفكر نفسه خلاص سيطر عليه. لكن بحركة بسيطة من المميت المتحكم في جسد جانج بيعكس الحركة على صاحب الندبة وبيخبطه في الارض، وبيقف امامه وبيقول له واضح ان الحماس اخدك شوية وكنت مفكر انك هتقدر تهزمني. وبيركله برجله وبيطيره بعيد، وبيحاول صاحب الندبة يقوم وبيشعر ان في حد تاني موجود قريب منهم لكن مش قادر يحدد هو مين، وبيهاجموا المميت تاني. ورغم تصدي صاحب الندبة للهجوم لكن من قوة الضربة بيبعد لمسافة، والمميت بيقول له انا متأكد ان حيالك لسه ما خلصتش وما زال في جعبتك الكثير. وبيسأله هو جابه هنا بالذات ليه، وبيهجم عليه بشكل مرعب عشان يقتله. لكن صاحب الندبة بيتفادى الهجوم وبينجح يسقطه ارضا، وبضربة قوية بيبعده مسافة معينة وبيقرب من المميت وبيقول له ان الموضوع خلاص، وبيسحب من تحت الارض سلسلة حديد، فبيتفاجأ المميت بالارض بتهتز من تحته وبيقع في مكان عميق تحت الارض في سائل سام. وصاحب الندبة في الاعلى بيقول له ده قبرك ومش هتقدر تطلع من هنا لان حوائط المكان ملساء والسموم اللي في المكان هتدمر جسدك وتموت، ومهما كانت سرعة التجديد عندك او عدد الاموات السود جواه فكلهم هيموتوا، وكلها مسألة وقت. وبيقفل الحفرة عليه، وفي الوقت ده في المستشفى بيكون في احد رجال صاحب الندبة اللي اصيبوا من جانج، وبيقرر ياخد مكافئته ويختفي خالص لانه مش حمل انه يواجه وحش زي ده تاني. وبيقول اكيد زمان القائد قضى عليه دلوقتي، ولما بيبص جنبه بيشوف الجد واللي بيكون مصاب اصابات قوية من الانفجار، فبيتساءل ازاي بحالته الحرجة دي لسه على قيد الحياة. وبيتفاجأ انه بيحرك صوابعه فبيصدم، لكن بيقول لنفسه انه اكيد بيتخيل مش اكتر، وبيقرر يمشي وبيقول لنفسه دلوقتي انا هروح للمكان اللي الزعيم هيتخلص فيه من هذا الوحش، يمكن ينوبني مكافأة تانية. وفجأة الجد بيقوم وبيمسكه بقوة من رأسه وبيسأله عن المكان اللي بيتكلم عليه. وفي تلك الأثناء بيكون سوهو ادى الفرصة للمميت الأسود بتاعه يسيطر عليه عشان يقدر يحدد مكان صاحب الندبة، وعرف انهم قريبين منه. اما صاحب الندبة فبيكون فاكر ان الموضوع خلاص وهو ماشي بيشعر باقتراب حد، فبيمسك مسدسه وبيسأل مين هناك، وبيتفاجأ انه سوهو اللي بيقول له اخيرا لقيتك. فبيقول له انت قلعت الخاتم وحاليا المميت الاسود هو المتحكم فيه، وكلها مسألة وقت وتتحول لمميت اسود بالكامل. وبيوجه ليه الطلقة لكن يدوب بتخدش سوهو في وجهه، فبيهجم عليه بسرعة البرق. وصاحب الندبة عمال يطلق عليه الرصاص لكن سرعة سوهو مكنته من تفادي معظم الطلقات
طلقات، وحتى اللي صابه مش بيأثر فيه لحد ما بيوصل ليه وبيبدأ يهاجمه مباشرة، فبيحاول صاحب الندبة يبعد عنه ويضربه تاني بالرصاص، لكنه بيكتشف ان خزنة المسدس بقت فاضية وبيبص يلاقيها مش موجودة اساسا، فبيضحكسه وهو ماسكها وبيقول له بتدور على دي وبيرميها في وشه، وبسرعة بيهجم عليه بمخالبه، لكن بيتفاجأ انه لابس درع، وبيستغل صاحب الندبة انه واقف قريب منه وبيحقنه في رقبته بمخدر قوي وبيسيطر عليه تماما، وبيقول له ان في طرق كتير لاخضاع المميت الاسود، وبيقول له بعد ما تفقد وعيك هخلص عليك بطلقة في رأسك، وبيفكر نفسه كده خلاص من المشاكل كلها، لكن بيتفاجأ بالعجوز امامه وبيسأله عن جانج، فبيتعجب انه اصلا لسه حي، وبيقول له شايف العيل المرمي على الارض ده؟ هو كمان بداخله مميت اسود، شايف شكله عامل ازاي؟ دي التجارب اللي كان بيعملها البروف، كان بيصنع وحوش، وعشان كده انا خلصت على جانج قبل ما يتحول للشكل ده، وبيشاور له على مكانه، لكنه بيصدم لما بيلاقي الطلاب المصابين اللي كانوا في المستشفى تحت سيطرة المميت الاسود، وبيشيلوا غطا الحفرة اللي هو دفن فيه جانج، فبيصدم ومش بيكون فاهم مين دول ولا وصلوا هنا امتى، فبيبص للعجوز وبيقول له انه ما كانش ينفع يجي لهنا وهو في الحالة دي، وفجأة بيصدم اكتر لما بيلاقي جانج طالع من الحفرة طيران وما تأثرش بأي حاجة، وبيقول له بصوت مرعب ان في حاجة هو ما عملش حسابها. اول حاجة ان جوه الجسم ده واحد بيتجدد بسرعة اكبر من اللي هو كان فاكرها، وتاني حاجة قدرته اللي تخليه يسيطر على اي حد سيطرة تامة ويخليه دمية في ايده، وكمان يبقى عينه وودانه. وفي الجانب الاخر ليجي بياخد جين للمستشفى يمكن يقتنع ويصدقه، وبيقول له ان جانج بيضحك عليه وانه شخص مش طبيعي، وانه فعلا بعت ناس تضربه لكنه ضربهم بطريقة وحشية وكلهم موجودين هنا، ولما بيدخل الغرفة بيصعق لانه مش بيلاقي حد غير المدير بارك واقف امام الشباك، فبيسأله ليجي عن الباقيين، فبيقول له انه كلهم خرجوا. وبنرجع لصاحب الندبة اللي بيحضر العجوز وبيطلب منه يمشي ويهرب من هنا، لكن فجأة جانج بيهاجمه قبل ما يكمل كلامه وبيخترق جسده بايده، وبيقول له انه هو الوحش الوحيد اللي هنا، لكن صاحب الندبة بيقول له انه جابه لهنا عشان مفيش مكان يستخبى فيه، وبيضغط على جهاز معاه وبينفجر المكان وبتشتعل النيران من حواليه، وبيقول له ده هجومي الاخير مش هتخرج من هنا، وبيصوب مسدسه ناحيته وبيضربه بالرصاص في راسه، فبيموت واحد من المميتين السود اللي جوه جانج. وهنا جانج او المميت الاسود المتحكم بقى بيضحك زي المجنون وبيعضه من ايده وبيسقط المسدس، فبيقول له صاحب الندبة انهم هيموتوا هنا في كل الاحوال وهيفضلوا محبوسين بداخل الجسد ده لحد ما يحترقوا حتى الموت، لكن المميت الاسود بيقول له ده في احلامك، لما كل البشر السود يصحوا هتتغير القصة كلها، وبيقرب عليه وبيقول له ان جيون اخوه او كان بقى سيطر عليهم عن طريق مسح ذكريات اخوه، فلو رجع له ذكرياته تاني ساعتها المميت الاسود هيحرر نفسه مهما كان عمق اخفاء الذكريات دي، فصورة واحدة من الوقت ده هترجع كل حاجة لتفكيره، وبيبدأ يسيطر على جانج من جواه عشان يفوق ويواجه الحقيقة. وهنا بيخرج كام من جسده وبيحاول يوقفه، لكن المميت الاسود بيقول له فات الوقت، وبيخلي الاشخاص المتحكم فيهم يمسكوا صاحب الندبة وجانج كمان، وكان بيبقى مش قادر يمنعه، وبتبدأ ذكريات جانج ترجع له اول ما بيشوف وش صاحب الندبة لانه شافه اخر يوم قبل ما يخسر عيلته، ساعتها كان بيودعه على اساس هيمشي، واثناء ما هم قاعدين ياكلوا فجأة لقوا صاحب الندبة امامهم ولابس لبس تاني ومعاه سكينة، وقتها والده حاول يوقفه لكن صاحب الندبة قتله وحاول يهجم على اخو جيون، لكن جيون حاول يتصدى ليه وقال له ليه بتعمل كده، لكن صاحب الندبة اسقطه وبيقول له كده ولا كده البروف ما كانش هيسيبك تعيش، وانا كنت عارف انك مميز، لكن دي اوامر البروف عشان يكمل التجربة ويشوف ال 22 مميت اللي بداخلك هيعملوا ايه لما يتم تنشيطهم. وبيقول لجيون وهو بيخدروا ان البروف كان معتبره فقر تجارب من البداية مش اكتر، وبيخدروا عشان البروف لسه عايز يختبر المميت الاسود اللي جواه، وبيخلع الخاتم من ايده لكن مش بيحصل اي فرق، وبيقتل صاحب الندبة العيلة كلها وبيروح يخلع هدومه المتغطية بالدماء، لكن بيشوف جانج الطفل لسه عايش وبيكون مصدوم من اللي شافه، فبيروح عليه بالسكينة وهو بيقول له انه هيموته بسرعة وهيخليه يعيش ألم اقل، لكن قبل ما يلمسه بيلاقي ايده اللي ماسك بيها السكينة اتقطعت، واللي عمل كده المميت الاسود اللي جوه جيون، وجيون بيقول لجانج يغمض عينيه وبيقرب عليه يطمنه وبيقول له ما تخافش اخوك جنبك وهيحميك، وبيهجم على صاحب الندبة بلكمة قوية بتطيره وبيكون هيضربه ويخلص عليه، لكن صاحب الندبة بيفلت منه والضربة بتيجي في ماسورة الغاز، وفي اللحظة دي من غضب جيون المميت الاسود اللي بداخله بيتحرر من جسده وبيصدم صاحب
صاحب الندبة لان اللي بيحصل غير اللي البروف قال عليه، وبيتفاجأ بعدد كبير جدا من الاموات السود امامه. والمميت الاسود بيهدده وبيقول له لما يخرج من هنا هيحوله له مميت اسود وهيخليه يعفن من الالم باقي حياته. وصاحب الندبة بيبقى مصدوم لان اللي امامه مش زي اي مميت اسود شافه قبل كده، وبيقول لنفسه انه لازم يقتله قبل ما يتحرر بشكل كامل. وبيطلع المسدس من جيبه، واول ما بيطلق النار بيشتعل المكان من الغاز اللي اتسرب، فبيخاف جون على اخوه جانج وبيجري عليه محاولا حمايته. وبيحصل الانفجار في اللحظه دي، وكل الذكريات دي بترجع لعقل جانج في لحظه مرعبه بالنسبه ليه وصدمه لا يتحملها بشر، وبيبكي بدون ما يشعر. وهنا المميت المتحكم صاحب العيون الخضراء بيقول لجون او كان بقى انه يقدر يقتل كل اللي تسببوا في موت عيلته، لكن جون بيكون قلقان على اخوه وخايف من اللي ممكن يحصل له، فبيحذره المميت الاسود وبيقول له انه صحيح عنده قدره خاصه في التحكم بالاموات السود بس في حدود، زي انه مش هيقدر يستحمل وجع تمزيق جسده باقي حياته. وبيفتكر جون كل اللي حاول يعمله مع اخوه وهو في صوره كام، وانه حاول يكون جنبه ويحميه عشان يحافظ على ابتسامته، وبيبدا يتحول وبيقول انا بس كنت عاوز احمي اخويا الصغير. وبيتذكر ومضات من اللحظات السعيده اللي عاشوها معا. اما جانج فبيبقى منهار لانه مش فاهم سبب وجوده هنا ولا ايه اللي بيحصل، لكن الذكريات عماله تجري جواه زي امواج البحر، وده بيسبب له الم مش قادر يستحمله. فبيجري عليه العجوز وبيحاول يخليه يفوق ويصحى عشان يخرجوا من هنا، لكن جانج ايده بتكون لونها اسود زي المميت الاسود وحالته غريبه جدا. وبيقول لصاحب الندبه انت الحقير اللي قتل عيلتي كلها امام عيني. فبيصدم الجد، لكن صاحب الندبه بيقول له انه كان خايف، والبروف استغل المميت الاسود عشان يزرع الخوف جواه اكتر، وقتل عيلة جون باوامر منه، وكمان حول ام سوهو لمميت اسود. وبيقول له كمان ان البروف بيعمل كل ده من زمان جدا، وبيقول للجد عيلتك انت كمان ماتت في حادثه بسببه، وتحولوا جميعهم الى اموات سود، وعلى الرغم من كده استغلك زي ما استغل جيون. فبيصدم الجد لانه مش بيكون فاكر التفاصيل الخاصه بعائلته اللي عدى عليها 20 سنه. فبيمسك صاحب الندبه طوق رقبته وبيخلعه، وبيقول له انه كان على طول بيسمع همسات من المميت الاسود اللي جواه، وهو اللي عرفه اللي حصل، لان المميت الاسود اللي زرعه البروف جواه يبقى ابن الجد وبيحرره امامه. فبيصدم الجد، والمميت ذو العيون الخضراء بيقول لجانج ان المميت ده ابن العجوز واسمه كيمو، ده وحش عنده غريزه البقاء، وزي ما منهم مميتين سود بيحافظوا على عقلهم وسلامتهم، فمنهم برضه من يحاول ان يتخلى عن وحوشهم ويدمروا انفسهم. وبينهار صاحب الندبه وهو بيسال نفسه لو كان ممكن تتغير كل حاجه لو ما كانش استسلم للخوف، لانه دلوقتي شايف كل اللي استسلموا للخوف بيبصوا له وعينيهم مليانه يأس، وبتبدا النار تبلعه وهو بيسال نفسه لو كان ده الجحيم اللي هو خلقه بنفسه. في الوقت ده بيكون البروف عنده على موبايله اشاره عن صاحب الندبه بتتابع مؤشراته الحيويه، ولما بيموت بيعرف انه مات بكل سهوله، وبيكون مع المدير بارك في المستشفى. فبيقول له ان الموضوع بسيط وانه مجرد كلب ومات، وبجوارهم جين هيوك ولي جي متجهين لمغادره المكان. وبنرجع للمميت الاسود صاحب العيون الخضراء واللي عمال يضغط على جانج، وبيقول له انه كل عيلته ماتت بسبب مشروع المميت الاسود، حتى اخوه عاش في الم طول حياته بسبب الذنب ده، عشان كده هم كمان لازم يموتوا بنفس الطريقه بألم ووجع، وانا اقدر اعمل ده، اقدر اقتلهم. وبيحاول يسيطر على عقل جانج تماما عشان يتحكم في جسده بحريه، لكن فجاه العجوز بيمسك جانج وبيصرخ فيه عشان يفوق، لكن المميت الاسود بيكون بيسيطر عليه تماما، وبيقول للعجوز ان جانج بقى خارج نطاق الخدمه ومش هيرد عليه. فبيصرخ فيه الجد وبيحاول يفكره بحياته الجديده واصحابه اللي قابلهم، وبيقول له انت مش قلت ان بقى عندك اصدقاء كتير؟ انت مش قلت انك قابلت صديق قديم ليك، وقلت كمان ان بقى عندك اخ اكبر يهتم بيك؟ وهنا بيتذكر جانج كل اصدقائه وبيتذكر الذكريات السعيده اللي عاشها معاهم، وبيقول له الجد فوق يا ابني، انت مالكش اي ذنب في كل ده، انت مجرد طفل جه في طريق راجل شرير عنده جشع رهيب، لكن لسه قدامك كتير تعيشه. فوق يا ابني، الالم والغضب اللي بتشعر بيه مش هيدوم لفتره طويله، هيختفي بسرعه وهتقدر تتغلب عليه. لكن المميت الاسود بيقول له خلاص يا عمو فات الاوان، وبيكون جسد جانج بدا يتحول بشكل كامل، وبيقول له المميت مش المفروض تقلق على نفسك، بدل ما تقلق عليه اظنك مش هتقدر تقف على رجلك اكتر من كده، وبعدين مش واخد بالك من ان جسمك بيتعافى دايما في كل مره تواجه فيها الموت. لما وصلنا لجسد الطفل ده كان في مميت اسود هرب بشكل منفصل، وانا دايما كنت
بسأل نفسي هو راح فين، لكن دلوقتي عرفت مكان وده الشخص اللي ساعدك على النجاة وقت الحريق، وقت محاولتك انقاذ الصغير جانج. المفروض تكون مت لكنه انقذك، ووقتها قدرت تنقذ الصغير، لكن دلوقتي انا مش حاسس بيه جواك. مات وقت الانفجار بدل العجوز، وبيقول له المميت الاسود صاحب العيون الخضراء ممكن ما تقدرش تنجو من هنا المرة دي، لكن يعوزك ما تقلقش انا هنتقم ليك. وبيحاول يسيطر عليه هو كمان، وهنا بيتحرر كام وبينادي على جانج، وفورا اول ما بيبص له بيعرف انه اخوه جون، وبيحاول يشده والمميت الاسود بيشده من الناحية التانية لحد ما بينهار جانج وبيصرخ بقوة بيبعد بيها الكل عنه. فبيصدم المميت الاسود وبيسأله انت ازاي فقت؟ ده مستحيل، ازاي فاق؟ واللي حصل ان جانج في اللحظة اللي حس فيها ان كل مشاعره وصلت لاقصاها حس بحاجة بتتكسر جوه راسه وقطع كل حواسه لما حس ان جسده ما بقاش مستحمل، ودلوقتي ما بقاش حاسس باي حاجة. والمميتين السود بيبدأوا ينهاروا، واللي كان في جسده هيتجنن مش فاهم ازاي ده حصل، وبيقول الطفل ده جه منين؟ ازاي قدر يعمل كده؟ وجانج بيبقى واقف امامه وبيقول له انا مش خايف من اي حاجة ومفيش جوايا اي مشاعر سواء غضب او كره. وهنا بيستوعب المميت انه مختلف فعلا عن اخوه جون اللي قدر يسيطر على الاموات السود بعقل قوي، لكن جانج مش حاسس باي قلق او ارتباك من اي نوع، ومش بس بيخلي الاموات السود تحت تحكمه، دول كمان بيكونوا خاضعين ليه بشكل كامل وبيحبسهم جانج كلهم في ايده. واخرهم كبر هما المميت الاسود صاحب العيون الخضراء، وبيشوفوا سهو بيناديله، لكن جانج بيشيل الجد وجواه احساس غريب مخلي الحياة كلها ضبابية زي ما يكون في حلم، وبيبقى مش حاسس بالواقع خالص، مع ان دم الجد شايفه بيجري بين ايديه وقادر يسمع صوت انفاسه الضعيفة وهو بيحاول يقول له حاجة، وبعدها بيبتسم، لكن جانج مش قادر يبكي او يضحك معاه، وكل اللي في باله ان الجد ده كان ضحية زيه وزي اخوه جون، وانه اعتنى بيه طوال ال10 سنين واخوه كمان، وكل ده خلاص بيختفي امام عينه، فالمفروض يكون حزين، لكن ليه مفيش قطرة دموع واحدة خرجت من عيني؟ انا ليه مش حاسس باي حاجة؟ والاموات السود متجمعين قدامه وهو مش حاسس باي حاجة، وبتتجه سيارة الاطفاء لاطفاء النيران. من ضمن الطاقم نفس رجل الاطفاء اللي كان موجود وقت حادثة عائلة ديانج، واللي بمجرد ما بيشوف النيران بيشعر بنفس الشعور المشؤوم. وفي الصباح في المدرسة اصدقاء جانج بيكونوا قلقانين عليه عشان لسه ما جاش وما كانش في البيت كمان، ودهيون بتبقى واقفة سامعاهم من بعيد، وبعد شوية بتيجي والدتها وبتاخدها من المدرسة، والغريب ان والدتها بيكون في ايديها خاتم كبح المميت الاسود، وبتبدأ تكلم بنتها عن شخص كان بيساعدها من وقت وفاة والدها وهو كان شغال عند والدها في الاساس، وبتفهمها انهم هيروحوا يزوروه، وبتحاول تمهد لها انها ممكن تتجوزه، وبيوصلوا للمستشفى والراجل ده بيطلع المدير بركة اصلا. وبنرجع للغابة عند الحرائق، وبيكون فريق الاطفاء نجح في التصدي واخماد النيران، لكن فجأة بيشوف واحد منهم مشهد غريب جدا، كان في اشخاص كتير متشابكين سواء اتحرقوا في النار، وبيبقى مش قادر يفهم ايه ده بالظبط. وفي داخل تلك الكومة بيكون موجود سهو اللي بيبقى مش فاهم اللي حصل ومش قادر يشوف حاجة لان المكان مظلم جدا، وبيتساءل عن مكان جانج، وبيشوفه ساند الجد وخلف المميت الاسود صاحب العيون الخضراء، واللي بيقول له انت استخدمت الاموات السود كجدار حماية، اللي انت بتعمله ده مش لازم تضحي بيهم، معقول انت عاوز تنقذ الشباب الحثالة دول اساسا كانوا عاوزين يقتلوه. وجانج بيقفل عيون الجد اللي مات وبيقول له اللي انت بتتكلم عنهم دول بقى لهم اكتر من 10 سنين بيصرخوا من الالم، وانا ما اجبرتهمش انهم يعملوا الجدار ده، انا عملت ده برضاهم لانهم ارادوا انهاء حياتهم بدلا من التفكير في الانتقام. فبيصدم المميت، وجانج بيكمل كلامه بيقول له واتبقى معايا بس اللي عاوزين ينتقموا، وبيظهر خلفه كم واحد من المميتين السود، وبيلف جانج لسهو بيقول له انا عاوزك تقول لي كل حاجه عارفها عن المدعو البروف. وفي الجانب الاخر البروف بيكون وصل لمخبأ صاحب الندبه ومع 2 من رجالته، واللي بيعرفوا انه كان بيدور على حاجه معينه، لكن مش بيقدروا يعرفوا ايه هي تحديدا لانه مسح كل الملفات وحتى المرتزقه اللي استاجرهم مجهولين. وهنا البروف بيبص الملف صاحب الندبه على موبايله وبيقول يا ترى ايه في العالم ده ممكن يخليك عاوز تنهي حياتك بنفسك، وبيبتسم ابتسامه شريره. وبنرجع لجانج والمميت صاحب العيون الخضراء اللي بيقول له على مدى عقود البروف قتل اعداد لا حصر لها من البشر وقدر يخدع الكل واستخدم الكثير من الحيل المختلفه، والجد كان من ضمن الناس اللي خدعهم، ومفيش اسهل من التستر على جرائمه. واللي حصل لعيلتك ده يعتبر قطره في بحر واسع من الجرائم اللي ارتكبها، والتجارب دي مستمره لان في مستثمرين كتير بيدعموا.
وهنا جانج بيقول لنفسه انا دايما كنت بحاول اكون متفائل وايجابي، لكن للاسف ما كانش لازم اضحك بسعاده، كان لازم انتقم. وبيبدا جانج يتحكم في كل المميتين السود، وفي تلك الاثناء بيكون البروف بيلقي محاضره للمستثمرين، وفجاه بيشعر بشيء بيصدر من خاتم التحكم، وكمان كل الحضور وحتى والدة دهيون وسهو كمان. وجانج بيتذكر وهو طفل لما كان بيدافع عن نفسه امام من فوق عمره، وهو بيقول لهم انا مش وحش، وبيقول انا هعمل اللي كان عاوزه البروف، ولادت وحش وهكون انا الوحش ده. وبيبقى حوله الكثير من المميتين السود، وكان بينظر ليه بحزن لانه وصل للمرحله اللي فضل طوال السنين اللي فاتت يحمي اخوه منها.